Time to say goodbye. Bei sie mai. Venuto fuso di con te. Adesso si la vivrò. Time to say goodbye. Molto grazie, molto grazie. تخيل معايا كنت طفل صغير في ايطاليا عندك 12 سنه وفجاه يحصل لك اصابه في دماغك وتفقد بصرك بالكامل. اي حد طبيعي ممكن ينهار، يكتئب، يقعد في الضلمه لغايه ما يستنى المعجزه. لكن اندريا بوتشيلي قرر يعمل العكس، يغني في النور. بوتشيلي اتولد سنه 1958 في توسكانا ايطاليا. من اول ما اتولد كان عنده مشكله في البصر بسبب مرض الجلوكوما اللي هو مرض الميه الزرقاء واللي بيأثر على العصب البصري تدريجيا. يعني وهو بيبي كان شايف الدنيا ضبابيه. لكن الغريب ان اهله كانوا متوقعين ان هو يطلع فلاح زيهم. توسكانا مليانه كرنب وعنب وزيتون، بس هو لا. تخيل طفل صغير عنده 6 سنين بيلعب بيانو والعيال التانيه بيلعبوا كوره في الشارع، لحد ما وهو عنده 12 سنه حصلت الصدمه. خبطته كوره في دماغه وهو بيلعب ماتش كوره، وساعتها فقد بصره بالكامل. اي حد كان ممكن يقول خلاص خلصت، لكن هو لا، قرر يكمل بالموسيقى وأكنه شايف الدنيا نوتة موسيقية. بوتشيلي كان عنيد، درس موسيقى وأوبرا وكمان واخد ليسانس حقوق. الراجل فعلا كان ممكن يبقى محامي، لكن خياله كله كان في الغنى، لدرجة ان هو قال قبل كده في مقابلة: اسكولتو إلي مولودي لي si fissero immagini ogni melodia per me on dipinto. انا بسمع الالحان كانها صور، وكل لحن بالنسبه لي لوحه فنيه. يعني الراجل كان شاب بالمزيكا. في بدايه التسعينات بوتشيلي لفت نظر لوتشينو بافاروتي اسطوره الاوبرا الايطاليه. شاف موهبته وقال الواد ده هيبقى نجم، وفعلا ما غلطش. بوتشيلي جمع ما بين الاوبرا والبوب، تركيبه غريبه بس ناجحه جدا. صوته فيه قوه الاوبرا بس اغانيه بسيطه وبتلمس القلب. اشهر دويتو ليه تايم تو سي جود باي مع سارة برايتمان. الاغنيه باعت ملايين النسخ، اللي بيسمعها اكنه ماشي على بحر وهو لابس بدله سهره. طب ليه بوتشيلي الناس حبوه؟ قال لان معظم مغنيين الاوبرا لما بييجوا يغنوا يخلوا الناس تحس ان هم داخل معبد روماني قديم مش فاهم ولا كلمه. يعني ممكن واحد منهم يغني ساعتين وفي الاخر تيجي تساله وانت كنت بتقول ايه؟ رد يقول لك محدش فاهم. لكن بوتشيلي لا، قرر يبسط الاوبرا، يغنيها اكنها اغنيه حب تتقال في الميكروباص وهو واقف في اشاره. وهنا ندخل على اغنيه كساس، هي معناها يمكن. الاغنيه الاصليه اتكتبت سنه 1947 على ايد الملحن الكوبي اسفالدو فاريس. كلمات بسيطه، هو يسالها امتى هنخرج، فين هنروح، ازاي هنعيش حياتنا، هي ترد عليه تقول له يمكن يمكن يمكن. يعني الراجل عمال يحرق في دماغه، هي قاعده عماله تديله ردود زي الموظف رجع لنا بعد اسبوع. بوتشيلي لما غناها حولها من اغنيه لذيذه لاغنيه كلها شجن ورقه، انه بيغني مع واحد عايز يعيش الحب، كان الطرف التاني سايبه في الويت. بوتشيلي باع اكتر من 90 مليون نسخه حول العالم، غنى في اكبر مسارح العالم من اول لاس فيجاس لغايه بكين. حتى في 2020 وقت الكورونا عمل حفله في كاتدرائيه الدومو في ميلانو، الدنيا كلها كانت قافله الحفله دي، غير اللي اتفرج عليها ملايين على اليوتيوب. الراجل كان واقف لوحده بيغني وسط الجماهير الغفيره، يغني بصوت يخليك تحس ان في امل وسط الضلمه. بوتشيلي ما قررش يقف هنا بس، خد اكتر من 20 جايزه موسيقيه كبيره، من ضمنها جايزه جرامي، جولدن جلوب لاغنيه زابريا غناها مع سيلين ديون، واللي الناس بتعتبرها من اجمل الدويتات الغنائيه في التاريخ. كمان عنده نجمه في هوليوود، تخيل الراجل اعمى وعنده نجمه منوره وسط اسماء هوليوود. جميل في بوتشيلي ان قصته مش بس موسيقى، قصته الهام لملايين الناس اللي بيعانوا من امراض او صعوبات. شوفوا نموذج واحد رغم كل العقبات قرر يغني ويمتع العالم. راجل اعمى، طفوله صعبه، بس قدر يوصل للعالم كله. لما يسالك واحد ازاي بوتشيلي نجح رغم كل الظروف دي، رد عليه بكل بساطه بنغمه الاغنيه: كيساس كيساس كيساس.